عبر عن الانتخابات ودور الأحزاب فيها ودور الناس والناخبين والشعب في التغيير نحو الأفضل واختيار نواب جدد يكونوا مثال ونموذج لمصر كلها أمام العالم، عشان نقول للعالم مصر قوية والعالم العربي بيتحرك نحو الأفضل بقيادة مصر. شكرا وحلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمين عام الحزب والمستشار الإعلامي لجمعية حقوق الإنسان المصرية ورئيس مجلس إدارة جريدة الأخبار البحيرة والأقاليم. محامي مصر بالحضور لدعم مرشح الحزب ابنكم واخيكم الاستاذ عبد اللطيف الفضالي. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعله خيرا. الإخوة الأفاضل، جماهير وأبناء الدائرة السادسة عشر بمحافظة البحيرة، باسمكم جميعا أرحب بالأخ الحبيب المستشار أحمد الفضالي زعيم ونأسف على التأخير، ونشكركم جميعا على هذا الحضور المشرف والغير متوقع. عنكم بهذه القوة والشجاعة والوصول العريقة، حيث أن وصولهم عربية فحينما يأخذ سيف الحق يضرب به كل فساد وكل بيروقراطية. حينما يقول له هذا المنصب تحت قبة البرلمان فإني أراه يأخذ كل الوزراء وكل المعنيين وكل المحافظين يأخذ بهم إلى تحليل أن يحل مشاكلكم، إلى أن يضع مشاكلكم أمامهم فلن يكون وراءه إلا حلها. وحينما كنت في محافظة الغرباء وجدت أن مدينة لا تأخذ خطأ في الوظائف، فها جميعا نؤيد هذا الرجل الأستاذ عبد اللطيف الفضالي مرشح حزب السلام الديمقراطي عن دائرة 13 وعن مركز مدينة بدر وعن كل القرى المجاورة. تحمسي لا يفيدكم فنحن أبناء أمتكم، تحمسنا أعلم أنكم أهل لما انت ما تروحوش تدخلوا ضد فرصه للمزورين ياخدوا اصواتهم ويحطوها للشخص اللي هم عايزينه. احنا بنقول الانتخابات بتتزور، ايوه بتتزور، بس احنا السبب. عدم مروحنا لسنتين انتخابات هو اللي بيدي فرصه ان السلطه بيتاخد لصالح حد تاني. انا بحيي سياده المستشار احمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي على شهامته وجدعنته ولفه في كل المحافظات مع اعضائه وتشجيعه ليهم. مفيش رئيس حزب في ال 24 حزب المصريين بيلف اللي بيلفه الراجل ده. انا بحييه وبطلب منكم كلكم كده سقف عالي قوي قوي لشخصيه الراجل الشعبي الجاد. سعيد ثانيا وده خلافي مع اللاحق اللي هو الدكتور بيقول ان دي انا بسميها بس انا اعود بها الى الوراء وهذه هي وظيفتي. دكتور مدحت المولى سبحانه وتعالى جئنا إليكم اليوم وأنتم أبناء الله وأنتم أبناء هذه الأرض الطيبة التي رويت بجهد وعرق
مصر الكادحين. تحية تقدير وإجلال وإعزاز لأهالي الساحل والموجرية ووادي البترول وبدر اللي داروا الأرض دي بعرفها. كانت سعادتي كبيرة حينما علمت بأن هناك مؤتمرا شعبيا مع أهالي هذه المنطقة. أهالي هذه المنطقة هم النموذج اللي احنا بنقدمه لمصر كلها. أهالي هذه المنطقة هي اللي بتتمنى إن كل الصحراء في مصر يبقى متعمرة وعمرانة ومروية وشبعانة بالمواطنين الأوفياء الأسرة اللي بيمدوا لعريق وتاريخ وأصالة شعب مصر. أيها الإخوة والأخوات، اليوم نحن لسنا بصدد مؤتمر انتخابي لكي نرفع فيه الشعارات. نحن اليوم أمام مؤتمر لكي نعلن فيه رغبات المواطنين ونعلن فيه طموح ومطالب وآلام جماهير وأبناء هذه المنطقة العريقة في مصر. اليوم أنتم أصحاب الحق. جاء حزب السلام الديمقراطي هنا ليس من أجل أبناء